مسابقه متنيله ب 60 نيله روشه ومجنون، فيكتبوا مع بعض ازاي في مسابقه معرفش. مسابقه متنيله ب 60 نيله بين الطالبه منال والطالب احمد اللي مش عايزين يخلصوا، وسنينهم سودة وسنينهم زرقاء وقليلتهم طين وشغلانتهم شغلانه خرا. وطبعا عندنا منال روشه واحمد المجنون، فالاثنين روشه ومجنون، يعني يكتبوا مع بعض ازاي في مسابقه معرفش. سبتها سيبها مرتين ثلاثه اربعه، سيبها مرتين ثلاثه اربعه مرة هيفتي برضه مصمم مصمم يكسبها تاني، هي وهي مصممه ان هي تخسر. نبدا. السؤال الاول بيقول منظمه قامت بالحفاظ على مياه الشرب من التلوث. ابدا. اجابه صحيحه 1-0، ومستمرين مع هزائم منال لصالح احمد. هو اللي ايده طويلة، هو ده نقط ادت الى تدهور الحياه الاقتصاديه في 2011. ابدا. منال خساره منال 1-0 من احمد، وتنتهي المباراه. اسرع مباراة. ايه ده؟ لا هو اللي عارف عادي هتعرف كده. يلا بقى روح جيب محفظة الحاج كده وروح. بما تفسر عودة طابة للسيادة المصرية. تقع ولاية نقط أقصى الشمال الغربي لقارة أمريكا الشمالية. ابدأ. انت خفت منها ولا ايه؟ كده كده. من واحد هو جايب واحد. صح ايديك. كده 2-1 في السؤال رقم 3 وآخر سؤالين يا عم أحمد. لو حطيت ايدك بس. لمصر دور مهم جدا في منظمة الاتحاد الافريقي. ابدأ. ده اللي جرس ليه بقى؟ زي ما انت عملت كده. ده انت سحبتيه ولا لا انا مش كده ولا في مناسبة الاتحاد الافريقي، في مناسبة الاتحاد الافريقي المرة الثالثة عام 2019 في عهد الرئيس السيسي. بس يا حبيبي حسبونا الله. لا غلط. الله. ما العلاقة بين مؤتمر سانتيمو ومصير فلسطين؟ ابدأ. مقسوم منك نقطة. لا دي كده مش احترام ليا. مقسوم منك نقطة. كده 2-0. يلا يا باشا. حسب مثلا سانتيمو في ايطاليا عام 1920 حتى بريطانيا حتى الانقلاب على فلسطين، مما ادى الى سماح بريطانيا لاسرائيل لليهود بالهجره من جميع انحاء العالم الى فلسطين، والسماح بانتقال ملكيه الاراضي من الفلسطينيين الى اليهود. كده نعلن عن فوز احمد 2-0 على منال. 2-0 او 2.25 قصاد منال 0. منال 0 احمد 2.25. طبعا كده سيبها لرابع. 2 اصلا لو وصلتي مرة واحدة بس وكان بالكوباية. كده 4 مرات